السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم طلبة تانية ثانوي أدبي في كل مكان، معكم مستر محمد فتحي. وتعالوا بقى نحل تقييم الأسبوع الثالث في مادة الجغرافيا الترم الأول على درس جغرافية التنمية ومجالاتها. ويلا بينا بقى نبدأ ونقول بسم الله. نقول بقى بسم الله ونبدأ بالمجموعة الأولى. اختر البديل الصواب من بين أ ب ج د فيما يلي. رقم 1، يدخل إعداد الاختبارات التي توضح إمكانيات كل فرد وتوجيهه للتعليم المناسب لقدراته ومهاراته ضمن مجال إيه؟ بص بقى، احنا دلوقتي هنعمل اختبارات عشان نعرف كل واحد إمكانياته إيه ونوجهه بقى للتعليم المناسب له عشان نعلي بقى قدراته ومهاراته ونخليه شاطر قوي ونستفيد منه بعد كده بعد ما يخلص تعليم. يبقى الكلام ده ضمن مجال ايه؟ تنمية الموارد البيئية؟ لا طبعا غلط، احنا مش بنهتم بالبيئة هنا، احنا بنعمل ايه؟ مجال التنمية البشرية. انما ج تنمية اقتصادية؟ لا طبعا غلط. ودال تنمية سياسية؟ لا غلط. تعال بقى نخش على رقم 2، تدخل دراسة تعرض الشواطئ الساحلية في العديد من الدول للتآكل ضمن أحد مجالات التنمية، وهو مجال إيه؟ واحدة واحدة اهو. هنعمل دراسة عن تعرض الشواطئ الساحلية في العديد من الدول للتآكل، ده طبعا بسبب الأمواج. فهنشوف بقى حل للموضوع ده ونحافظ على البيئة. يبقى احنا كده ضمن مجال إيه؟ أ تنمية الموارد البيئية. انما تنمية بشرية لأ، وتنمية اقتصادية لأ، وتنمية سياسية لأ. تعال بقى نخش على رقم 3، اي من الآتي يتفق مع مجالات تنمية الموارد البيئية؟ تنمية الموارد البيئية يبقى لازم احافظ على البيئة. أ مشروع حياة كريمة؟ لأ طبعا غلط، ده تنمية بشرية. ب مبادرة 100 مليون صحة؟ ده تنمية بشرية، غلط، انا عايز البيئة. ج إنشاء مصدات للأمواج عشان أحافظ على البيئة اللي هو الشاطئ يعني. د مبادرة بداية جديدة لبناء إنسان؟ طبعا غلط، ده ملوش علاقة بالبيئة، ده الإنسان يعني تنمية بشرية. رقم 4، الاتجاه للتوسع في الصوبات الزراعية لزراعة المحاصيل التي لا تتحمل الارتفاع في الحرارة، من مجالات إيه؟ أنا كده بهتم بالزراعة، الزراعة دي تعتبر إيه؟ تنمية الموارد البيئية؟ غلط. طب تنمية بشرية؟ غلط، تنمية اقتصادية. التنمية السياسية؟ لا طبعا غلط. بس كده خلصنا الحمد لله الأسئلة الاختياري. خش بقى على المقالي. رقم 5، وضح كيف يمكن الاستفادة من مجال تنمية الموارد البيئية في ظل التغيرات المناخية الحالية. فأنت هتقول حيث يتم دراسة الموارد البيئية وتحديد مجموعة من المؤشرات البيئية يجب الالتزام بها في جميع مشروعات التنمية. بس كده خلصنا الحمد لله المجموعة الأولى. نطلع فوق ونخش على المجموعة الثانية. اختر البديل الصواب من بين أ ب ج د فيما يلي. رقم 1، يدخل استنباط بذور للأرز تتحمل قلة المياه ضمن مجالات إيه؟ هنعمل بقى شوية تجارب كده على البذور بتاعة الأرز يعني استنباط، ويبقى عندنا بذور للأرز جديدة بتتحمل الجفاف اللي هو قلة المياه وتدينا إنتاج أكتر. يبقى احنا كده بنعمل تنمية إيه؟ موارد بيئية؟ غلط طبعا. طب بشرية؟ لا غلط، تنمية اقتصادية اللي هو استنباط أساليب إنتاجية جديدة. إنما التنمية السياسية؟ لا طبعا غلط. نخش بقى على رقم 2، كانت التغيرات المناخية سببا في اتجاه الدول إلى استخدام الطاقة النظيفة، ويعد ذلك من مجالات إيه؟ طبعا الدول هتستخدم دلوقتي طاقة نظيفة عشان تحافظ على البيئة، يبقى كده مجال تنمية الموارد البيئية. إنما تنمية بشرية لأ، واقتصادية لأ، وسياسية لأ. طبعا هو حاطط السياسية يغلطك عشان نكمل يعني اللوكشة بتاعت الاختيارات. رقم 3، يعد استخدام التكنولوجيا الحيوية أحد مجالات جغرافية التنمية، وهو مجال إيه؟ بص بقى،
التكنولوجيا الحيوية اللي هنجيب البذور بتاعت النباتات ونعمل عليها شوية تعديلات زي ما عملنا كده في رقم 1. استنباط بذور للأرز جديدة بتتحمل الجفاف وتدينا إنتاج أكتر. يبقى كده ده يعتبر إيه؟ تنمية الموارد البيئية غلط. تنمية بشرية غلط. تنمية اقتصادية. تنمية سياسية لا غلط. تعال بقى نخش على رقم 4. تتفق مبادرة حياة كريمة مع مجال إيه؟ مبادرة حياة كريمة دي تخص البشر، يعني هننمي قدرات البشر ونحسن صحتهم عشان نستفيد منهم. يبقى تنمية الموارد البيئية غلط. تنمية بشرية. تنمية اقتصادية غلط. وتنمية سياسية غلط. خلصنا كده الحمد لله الاختياري. خش لي بقى على المقالي. ما النتائج المترتبة على اهتمام الدولة بمجال التنمية الاقتصادية؟ هيحصل ايه لما الدولة تهتم بالتنمية الاقتصادية؟ هيترتب على ذلك زيادة الانتاج وزيادة الدخل القومي. بس كده الحمد لله خلصنا المجموعة التانية. نخش بقى على المجموعة التالتة ونقول بسم الله. اختر البديل الصواب من بين أ ب ج د فيما يلي. رقم 1. يعد تدريب طلاب الثانوية العامة على استخدام التكنولوجيا الحديثة والبرمجة ضمن مجال ايه؟ هندرب طلاب الثانوية العامة اللي هو انتوا عشان يستخدموا تكنولوجيا حديثة وبرمجة ويبقوا شاطرين قوي قوي، يخلصوا تعليم من هنا نستفيد منهم من هنا. يبقى ده تنمية موارد بيئية غلط. تنمية بشرية. تنمية اقتصادية غلط. وتنمية سياسية غلط. نخش على رقم 2. يدخل وضع ضوابط على المصانع في نوعية المادة الخام المستخدمة ومصدر الطاقة المستخدم ضمن مجال ايه؟ دلوقتي هنقول للمصانع في ضوابط. الموضوع بقى مش سايب. هتستخدم نوعية مادة خام غير ملوثة للبيئة ومصدر طاقة غير ملوث للبيئة عشان نحافظ على البيئة. يبقى احنا كده في مجال ايه؟ أ. تنمية الموارد البيئية. إنما تنمية بشرية غلط. تنمية اقتصادية غلط. تنمية اجتماعية غلط. رقم 3. يعد إجراء أبحاث علمية لتحديد جودة التربة ونوع المحصول الملائم لها ضمن مجال إيه؟ طيب بص بقى واحدة واحدة اهو. احنا هنعمل أبحاث علمية لتحديد جودة التربة، نشوف التربة دي ينفع يتزرع معاها محصول إيه، ونختار بقى نوع المحصول الملائم لها عشان تدينا أحسن إنتاج. يبقى ده ضمن مجال إيه؟ تنمية الموارد البيئية غلط. تنمية بشرية غلط. التنمية الاقتصادية كده بستخدم الموارد بتاعت البيئة عشان أزود الإنتاج بتاعي. إنما التنمية السياسية لا غلط. تعال بقى نخش على رقم 4. يعد التوسع في الزراعة الرأسية ضمن مجال إيه؟ زراعة رأسية نقصد بيها كده من تحت لفوق، ده اسمه زراعة رأسية. طب وإيه الهدف من الزراعة الرأسية؟ يعني نزود إنتاج المحاصيل، الكمية بتاعتنا تزيد. يبقى احنا هنا بنعمل ايه؟ تنمية الموارد البيئية غلط. تنمية بشرية غلط. تنمية اقتصادية. انما التنمية السياسية لا غلط. خلصنا الحمد لله الاختياري. نخش بقى على المقالي. ما النتائج المترتبة على اهتمام الدولة بمجال التنمية البشرية؟ هيحصل كده ايه؟ زيادة قدرات الفرد او قدرات الافراد الى اقصى حد والاستفادة منها في جميع المجالات. بس كده الحمد لله نكون خلصنا تقييم الاسبوع الثالث في مادة الجغرافيا. ما تنساش بقى تابعنا على جروب الواتساب، هتلاقي اللينك بتاعنا في صندوق الوصف تحت الفيديو. يا ريت تابعنا هناك، بنعمل كل يوم جمعة امتحان، فالموضوع جميل يعني. وبس كده اكون خلصت. اللي عنده سؤال او استفسار اكتبه في كومنت وارد عليك ان شاء الله، وانتظروني الحلقة اللي جايه باذن الله. وكان معكم مستر محمد فتحي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.